السلام عليكم ورحمة الله. أخوتي العرب، تحية لكم أينما كنتم. كل الشكر لكم. كلام اليوم موجه لبشار الأسد حاكم سوريا. شوف يا بشار، أنا صرخة وصوت من أصوات السوريين. الألم يعصرنا، الألم يعصرنا والألم يقتلنا حزنا على بلادنا. اسمع، إذا دعتك قدرتك على أذية الناس فتذكر قدرة الله عليك. يا رجل، أنت شو؟ أنت من شو معجون؟ قلبك من شو؟ لك اتقي الله بأولادك. الشعب السوري كله وتعداده 25 مليون عقد الأمل عليك، لكن أنت طلعت فاشل. الحاكم العادل من يجنب شعبه ويلات الحروب. استحى سيدنا عمر عندما قال: لو أن جملا أو شاة أو حملا سقط بالفرات يخشى أن يسأله رب العالمين عنه. أنت شو؟ أنت جريت سوريا للهلاك، جعلت من سوريا قطعة تتكالب عليها الكلاب. كان المفروض أنت تعمل حل، تحل الوضع هذا. أنا ما راح أطلب منك مثل بعض الممثلين وضاح اللوم، أطلب منك فشرت. 15 مليون سوري تهجر خارج البلد بسبب ظروف القاهرة، و10 مليون سوري باقي في البلد عايش تحت خط الفقر. لا ماء، لا كهرباء، لا غاز، لا خبز، مقومات الحياة ما في. انهيار اقتصادي، حصار قاتل، فقر يقتل الجميع، يحصد الجميع كل يوم. وآخر عمل سويتوه إنه أفرغتوا البنك المركزي من كل الأموال، سرقتوها عن بكرة أبيها. أنت بشار وحثالة الأمن، هذول العناصر اللي عندك الكلاب. شو جلبت أنت؟ شو حلت؟ جلبت الأجنبي، جلبت المرتزقة، وجريت سوريا للتقسيم. كان الأجدر بك إنك إما ترحل أو تحافظ على سوريا، لكن أنت ما قد المسؤولية. سيكتب عنك التاريخ بأنك أسوأ سياسي وأسوأ حاكم مر على سوريا. أنت عار على سوريا، عار على الشعب السوري وعلى سوريا. يا حيفس، أنا شو بدي أقول لك؟ شو بدي أحكي أنا؟ لكن هي صرخة من قلوبنا جميعا، من قلوب السوريين. يا حيف، يا حيف إنه سوريا يجيها واحد حاكم مثلك، إنسان فاشل وعار. أنت عار على سوريا. بس أنا أقول لك، اسمع هذا الكلام، هذا النداء الأخير لك: ارحل وإلا والله ستقتل. وهذا كلامي، والله ستقتل. ارحل عن سوريا. وكلامي أوجه كمان للعلويين: إذا كنتم رجال يا علوية في سوريا، يا العلويين يلي في سوريا، إذا كنتم رجال اليوم أعلنوا موقف بطولي ووطني، وأنتم توقفوا بوش بشار والأمن تبعه والحثالة تبعه. هاي إذا بدكم أنتم تكونوا نحن وياكم نرجع البلد ونعيش مع بعض، تعلنوا اليوم موقف وطني. وإذا ما سويتوا هذا الموقف نحن وياكم خصوم. هاي سوريا بلدنا، بلد والله شيء مخجل، شيء محزن اللي عم بصير بسوريا اليوم. قسمت سوريا، حتى سوريا يمكن ما يسموها سوريا، انهارت سوريا بسبب جشع بشار الأسد والحثالة اللي تحته. بس أنا شو أقول؟ نشكيكم إلى الله، شكيناكم إلى الله الواحد الأحد الجبار المنتقم. ارحل يا بشار، تذكر كلامي، هذا النداء الأخير لك: اترك سوريا وارحل وإلا والله ستقتل. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية لأهلنا العرب ولكل السوريين أين موجودون.